قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لفلسطين ان ربنا ينصرهم. النهاردة هنروح مع بعض واحدة من المدن الجميلة جدا واللي فيها تنوع كبير ما بين مناظر طبيعية وأماكن أثرية. مدينة رشيد. مدينة رشيد تبع محافظة البحيرة وبتطل على نهر النيل، طبعا فرع رشيد، والمدينة نفسها بتبعد حوالي 12 كيلو عن نقطة التقاء النيل بالبحر. أخدنا القطر من اسكندرية، تحديدا من محطة المعمورة، وشفنا المحطة بعد ما فكوا قضبان قطر أبو قير. منظر في الطريق كان تحفة، كان مليان نخل. للأسف في بعض الأماكن كان مرمي فيها زبالة كتير. وصلنا في ساعة ونص تقريبا، وده كتير شوية لأن المسافة مش كبيرة، فالأفضل إن الواحد يركب ميكروباص من الموقف. المهم وصلنا على صلاة الجمعة وصلينا في مسجد المحطة. طلعنا بعد كده على كورنيش النيل وتمشينا شوية. مدينة رشيد تعتبر تاني أكتر مدينة مصرية فيها آثار إسلامية بعد القاهرة، وده لأنها فيها مساجد وبيوت أثرية كتير من كذا عهد، واللي هنشوف بعضهم النهاردة في الفيديو. دخلنا نتمشى في السوق شوية، وكان كل شارع تقريبا فيه مسجد أثري. دخلنا مسجد اسمه مسجد علي المحلي، وده كان بيتم ترميمه واتفتح في أول الشهر، تحديدا يوم 4 مارس. مسجد المحلي اتبنى في عهد العثمانيين سنة 1722، وهو تاني أكبر مسجد أثري في محافظة البحيرة كلها بعد مسجد زغلول اللي في رشيد برضه، وهنروحه كمان شوية. خلصنا المسجد واتمشينا شوية وشوفنا بعض البيوت الأثرية، ورحنا عشان ندخل واحد منهم، وهو بيت الأماسيالي. بيت الأماسيالي هو البيت الأثري الوحيد في رشيد اللي الدولة فتحها للزيارة، والباقي المفروض إن هما بيترمموا. وبرضه للأسف متحف رشيد القومي بيترمم بقاله سنتين، معرفش بيعملوا ايه كل ده، وإن شاء الله لما يفتحوه ممكن نبقى نعمل فيديو عنه. دخلنا بيت الأماسيالي عشان نتفرج عليه من جوه. البيت ده بناه عثمان أغا الطوجي سنة 1808، وده كان أحد قواد الجيش العثماني في رشيد، وبعد كده انتقلت ملكيته لأحمد الأماسيالي. والبيوت هنا بتتسمى على اسم آخر مالك ليه، مش على اسم اللي بناها. البيوت أيام العثمانيين كانت بتتقسم بطريقة معينة، يعني مثلا البيت ده 3 أدوار. الدور الأرضي كان مكان الاستقبال، الدور الأول كان اسمه السلاملك، وده كان بيبقى فيه الرجالة، ولما بيجي ضيوف بيضيفهم فيه صاحب البيت. الدور التاني بقى اسمه الحرملك، وده بيكون فيه الستات، وكان ممنوع إن أي راجل غريب عن البيت يطلع الدور ده. البيوت أيام العثمانيين كان ليها طراز معماري مميز. كانوا بيبنوا البيت بطوب أحمر وطوب أسود، كانوا بيحرقوه بطريقة معينة عشان ياخد اللون الأسود، وبعدها يحطوا طوبة حمرا جنبها طوبة سودا لحد ما بيظهر الشكل الجميل ده. والشبابيك كانت كلها من الخشب، لأن الخشب يمتص الرطوبة بالليل ويلطف بيها الجو الصبح، فأكنه تكييف طبيعي. رحنا بعد كده طاحونة أبو شاهين، ودي جنب بيت الأماسيالي على طول، ودي كانت بتستخدم في طحن القمح عن طريق الحيوانات. كان القمح بيتحط فيها والحيوانات تلفها، وبالتالي القمح بيتطحن. طلعنا بعد كده عند نادي رشيد، لقينا واحد في الشارع بيبيع جمار، وده الجزء اللي بيبقى جوه النخلة وبيتاكل، وكان طعمه لطيف. سمعت انه موجود برضه في اسكندرية، لكن عمري ما شفته بصراحة. ركبنا بعد كده ميكروباص لحد قرية برج رشيد عشان نروح قلعة قايتباي. رشيد فيها قلعة قايتباي برضه زي اسكندرية. قلعة قايتباي في قرية برج رشيد، بناها السلطان قايتباي سنة 1482 على النيل على طول، شمال مدينة رشيد بحوالي 7 كيلو، وقبل مصب النيل ب5 كيلو. اتفرجنا على القلعة وصلينا العصر في الجامع اللي جوه القلعة. قلعة قايتباي دي كانت المكان اللي اكتشف فيه الفرنسيين حجر رشيد أيام الحملة الفرنسية، وطبعا حجر رشيد مهم جدا لأن هو اللي خلانا نفهم اللغة الهيروغليفية ونفسر نقوش فرعونية كتير جدا. للأسف حجر رشيد الأصلي موجود في متحف في بريطانيا، واللي قدامنا ده نسخة تقليدية. الأوضة دي كانت أوضة الذخيرة، والطوب ده كان بيستخدم للدفاع عن القلعة. القلعة فيها سلم بيطلعنا لفوق سور القلعة، والمنظر من فوق جميل قوي، لكن للأسف حاليا قافلين الطلوع فوق بسبب إن في واحد وقع من فوق من فترة، فهحطلكوا صور كنت مصورها من فوق قبل كده. خلصنا القلعة وكنا مرتبين إننا نروح عند المصب بتاع النيل، لكن قالوا لنا إن الجيش قفله، فبرضه هحطلكوا صور كنت مصورها من هناك قبل كده. وإن شاء الله يبقى لينا فيديو تاني في رشيد لما يفتحوا المتحف والمصب إن شاء الله.
رجعنا رشيد وتمشينا شوية على الكورنيش. بلد كانت زحمة قوي، الناس كلها كانت خارجة يوم الجمعة، وكان في رحلات مدرسية كتير. رحنا عشان نشوف أكبر مسجد أثري في محافظة البحيرة اللي قلتلكوا عليه الصبح، مسجد زغلول. المساجد القديمة اللي بيكون فيها صحن بتدي إحساس جميل بالهدوء والراحة. والحقيقة إننا رحنا المسجد مش في وقت صلاة، وكان مفتوح عادي، ودي حاجة عجبتني، معرفش هو دايما كده ولا لأ، لأن المساجد كلها بتقفل بعد الصلاة للأسف. مسجد زغلول أكبر وأقدم مسجد في رشيد، اتبنى سنة 1587 في عهد المماليك، والتاريخ ده جبته من على النت، لكن تقريبا محدش يعرف فعليا هو اتبنى امتى زي ما مكتوب في اللوحة اللي في المسجد نفسه. خلصنا المسجد ورحنا عشان نختم اليوم في أجمل منظر في رشيد. رحنا عند مسجد أبو مندور ولقينا الدنيا زحمة جدا، الناس كلها خارجة ومبسوطة، وكانت الأجواء جميلة. لكن أكتر حاجة بحبها في مسجد أبو مندور مش المسجد نفسه، ولكن المنظر من فوق التل اللي قدامه. طلعنا التل اللي قدام المسجد واستمتعنا بالمنظر الجميل من فوق. طبعا زي ما قلتلكوا في أول الفيديو إن رشيد في محافظة البحيرة، ولكن الناحية التانية من النيل اللي قدامنا دلوقتي تبع محافظة كفر الشيخ. ختمنا الرحلة بالمنظر الجميل ده، ودي تكون نهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي من مكان جديد.